السلام عليكم ورحمة الله. أجيو تشوفوا تسمعوا مزيان. أنا هنا اليوم باش نهضر معكم كأستاذ متخصص في واحد الحاجة اللي ولات ضرورية في العصر ديالنا، الذكاء الاصطناعي ديال المحادثة والاي تشات، بحال هاد الأداة اللي كنتواصل بها معكم دابا. بزاف ديال الناس كيسمعوا الذكاء الاصطناعي وكيتخلعوا، كيسحاب ليهم شي حاجة معقدة ديال العلماء وصافي، ولكن في الحقيقة هاد التكنولوجيا راه ولات ساهلة وفي الوصول ديال كل شيء، والأهمية ديالها في حياتنا اليومية كبر من داكشي اللي كتخايلو. شنو هو هاد الاي تشات بالدارجة؟ تخيل معايا عندك واحد المساعد شخصي ذكي بزاف معك 24 ساعة على 24 7 أيام في السيمانة، كتسول له أي حاجة تخطر لك على البال وكيجاوبك. تقدر تطلب منه يعاونك في الخدمة، في القراية، أو حتى في الحوايج الشخصية ديالك. هاد المساعد هو الذكاء الاصطناعي، هو واحد البرنامج اللي مدرب على كمية هائلة ديال المعلومات، وكيعرف يفهم الهضرة ديالنا وكيجاوب بطريقة منطقية وطبيعية. علاش مهم بزاف تستخدم هاد التقنيات؟ هادي ماشي قضية ديال الرفاهية، هادي ولات ضرورة. اللي ما كيستعملش هاد الأدوات اليوم بحال شي واحد باقي كيضوي بالشمعة في العصر ديال الضوء. ها علاش؟ في الخدمة ديالك كتربح الوقت، عوض ما تضيع ساعة وانت كتكتب شي ايميل طويل ورسمي، تقدر تطلب منه يكتبوا لك في دقيقة. قول ليه غير الفكرة العامة وهو يتكلف الباقي. كتزيد من الإبداع، محتاج أفكار لشي مشروع جديد، شي عنوان زوين، شي مقال، شي خطة تسويقية، سول الذكاء الاصطناعي، غادي يعطيك عشرات الاقتراحات اللي تقدر تبدا بها. كدير خدمتك حسن، يقدر يلخص لك تقارير طويلة، يترجم لك نصوص من أي لغة، أو يشرح لك شي مفهوم صعيب في الخدمة ديالك. في القراية والتعلم، أستاذ خصوصي فابور، عندك شي درس ما فهمتيش مزيان، شي معادلة في ليمات معقدة، سول الذكاء الاصطناعي يشرحها ليك بطرق مختلفة وبأمثلة حتى تتفهمها. مساعد في البحث، بلاصة ما تبقى تقلب في جوجل وتالف بين السيتا، تقدر تسوله مباشرة على المعلومة اللي بغيتي، وهو يعطيك خلاصة مفيدة وموثوقة، مع ضرورة التأكد من المصادر دائما. تعلم لغة جديدة، تقدر تهضر معاه بأي لغة بغيتي، يصح لك الأخطاء ديالك ويعاونك تطور المهارات ديالك. في الحياة اليومية ديالك، التخطيط، بغيتي تسافر، سول الذكاء الاصطناعي يعطيك برنامج سياحي كامل لمدينة معينة، باقتراحات ديال الماكلة، الأماكن اللي تزور، وحتى التكلفة التقريبية. الهوايات، كتعجبك الطياب، طلب منه يعطيك وصفة جديدة على حسب المكونات اللي عندك في الثلاجة. كيعجبك تقرا، خليه يلخص لك شي كتاب قبل ما تشريه. حل المشاكل البسيطة، تقدر تسول